أكبر وأهم متحف في العالم فتح أبوابه أخيرا. اللي رسموا الإضاءة هنا فنانين. الرحلة بتاعت الدرج العظيم واللي بتنتهي في المكان دوت على مشهد رؤية الأهرامات زي ما انتم شايفين كده. قطع أثرية عمرها آلاف السنين وتقنيات عرض حديثة بتحطك جوه التاريخ نفسه. وانتم موجودين في المتحف هتشوفوا الجزء الهولوجرامي اللي احنا موجودين فيه دوت واللي بيعتبر رائع جدا. النهارده احنا ولأول مرة داخل المتحف المصري الكبير في أول دقايق بعد افتتاحه بشكل رسمي للجمهور. ليهم حق طبعا ان هم يشكوا ان الحضاره ديت مش بشريه. طبعا اللي قدامنا ده مش مخزن جبنه رومي، خلينا نعرف هنا في ايه. علشان تتفرج على مركب او سفينه بالحجم ده، خلينا نقول بالنسبه للزمن بتاعها هي سفينه يعني، تم تصميم المسار اللي احنا فيه دوت. احنا بنتكلم عن مبنى عمره تقريبا 20 سنه لكن جواه قطع اثريه عمرها 7000 سنه، ده غير قطع ثانيه لسه ما تمش الاعلان عنها او ما تمش الاعلان عن عمرها، يا ترى هيوصل لكام. البدايه هنا بعد ما بنعدي البوابه بتاعه الامن، وهو ان احنا بنشتري التذكره من شباك التذاكر اللي موجود ورانا ده، واللي سعرها 200 جنيه لو انت مصري، اما طبعا الاجنبي 1450 جنيه. زي ما انتم شايفين اقبال رهيب في اول يوم افتتاح المتحف هنا. يمكن 99% من الموجودين اجانب، لسه مش شايف مصريين كتير الا طبعا اللي شغالين في الارشاد او مع الافواج اللي موجوده هنا. المكان اللي احنا واقفين فوقيه دلوقتي حالا ده المكان اللي كان فيه الافتتاح، اللي حضروا طبعا كل المدعوين من كل مكان في العالم، والرئيس السيسي طبعا وغيرهم من الضيوف اللي كانوا موجودين في اليوم دوت. فده المكان اللي كانت معموله فيه الحفله هنا بتاعت الافتتاح بتاعت المتحف. ورانا هنا بوابه الدخول بتاعت المتحف واللي التصميم بتاعها اكتر من رائع يعني. زي ما انتم شايفين البوابه اللي من كتر ما هي رائعه ما فيش حد من الزوار ما بيتصورش معاها قبل ما يدخل جوه ويكمل الجوله بتاعته داخل المتحف. خلونا نبدا ندخل جوه ونكمل جولتنا باقي اليوم ونشوف هنشوف ايه جوه. قدامنا زي ما انتم شايفين كده الخريطه بتاعه المكان لكن بشكل مجسم، اللي متقسمه بالارقام يعني، اللي بتشرح الكلام ده سواء المتحف او البهو العظيم او مركز المؤتمرات وغيرها طبعا من الاماكن اللي موجوده هنا. من اول ما تدخل من البهو العظيم اللي احنا موجودين فيه دوت بتقابل تمثال رمسيس الثاني، الملك العظيم اللي حكم مصر لاكثر من 60 سنه، فتره الحكم اللي كانت كلها ازدهار، واللي باينه طبعا على التمثال اللي ورانا دوت اللي طوله 11 متر واللي المكان بتاعه عبقري جدا. مفيش حد طبعا هيدخل المتحف هنا غير لما لازم يقف هنا الاول علشان يتصور مع الصوره المشهوره. هنا كمان زي ما انتم شايفين في الخرائط اللي بيكون في كل مكان اللي على الشاشات اللي تقدر تستخدمها اللي قدامك دي. احنا هنا بنتكلم عن مستوى تاني خالص من الفخامه، الارتفاع الضخم والتصميمات والاضاءه، كل تفصيله هنا بتديك شعور انك في مكان مش عادي. ورانا طبعا تمثال رمسيس الثاني واللي كان لازم يتم نقله قبل انشاء المتحف، عشان كده في 2006 تمت عمليه من اشهر عمليات نقل لتمثال ضخم زي اللي ورانا دوت لما اتنقل لرمسيس لهنا، لان طبعا تمثال بالحجم الضخم اللي طوله 11 متر اللي ورانا ده ما كانش ينفع ان يتم دخوله بعد اكتمال الانشاءات، عشان كده ساعتها تمت عمليه النقل الاشهر في التاريخ اللي العالم كله طبعا وقتها اتفرج عليها. وبعد كده التمثال جه هنا واكتملت بعد كده المباني بتاعه المتحف حواليه زي ما انتم شايفين. داخل المتحف هنا هنلاقي المتجر الرسمي اللي ورايا ده اللي بيقدر اي سايح او زائر هنا للمتحف ان يشتري منه اي سوفونير ياخدها معاه. المواد المصنوعه منها التحف او الهدايا اللي جوه قيمه جدا جدا، ما تخيلتش ان هي بمستوى الجوده والفينش ده، حاجه فعلا تليق بمصر وتليق بالمتحف المصري الجديد.
كمان هنا زي ما انتم شايفين في منطقه الفود كورت، المكان اللي فيه مطاعم وكافيهات. طبعا احنا بنتكلم عن خروجه متكامله، مش مجرد يعني اثار وحاجات تاريخيه بس، لا كمان اللي هيجي هنا محتاج انه ياكل او يشرب اي حاجه هيلاقيها في الفود كورت اللي موجود ورانا ده. ويمكن اشهرهم طبعا زوبا، واحد من اشهر المطاعم اللي بتقدم الاكل المصري، اللي كان بدايته طبعا في الزمالك. المفترض ان عندهم منيو مختلف، لكن طبعا بنتكلم عن اسعار اكيد طبعا هتكون متناسبه مع مكان زي اللي احنا موجودين فيه دوت. المكان اللي احنا موجودين فيه دوت وهو الدرج العظيم، المكان اللي ما اتعملش كده بشكل عشوائي. احنا بنتكلم طبعا عن تماثيل مرصوصه بترتيب معين، واللي مكونه من 4 مراحل. المرحله الاولى واللي فيها تماثيل الملوك، اما المرحله الثانيه فجزء من المعابد اللي انشاها الملوك دول. المرحله الثالثه المعبودات ذات نفسها، اما المرحله الرابعه وهي بتتكلم عن المعتقدات. الرحله اللي لها ترتيب معين لسه هنشوفه، واللي بتنتهي برؤيه الاهرامات اللي بتفصل لنا معتقدات المصري القديم اللي ادت لبنائه الحضاره دي. زي ما انتم شايفين المفترض ان احنا خلاص خلصنا المرحله الاولى واللي كان فيها تماثيل الملوك، وحاليا احنا موجودين في المرحله الثانيه زي ما قلت لكم اللي فيها اجزاء من المعابد اللي انشاها الملوك دول. المرحله الثالثه واللي احنا موجودين فيها ديت وهي مرحله المعبودات زي ما انتم شايفين. طبعا لسه المفترض معانا المرحله الرابعه، خلونا نطلع نشوفها وبعد كده نبدا نشوف الاهرامات. Ist jemand von euch vom Sternzeichen Hirsch? tous les maillots. Tous les maillots. Tu vois, d'ailleurs, la tête, il est... المرحله الرابعه واللي احنا موجودين فيها واللي قبل ما نوصل طبعا للاهرامات هي مرحله المعتقدات ذات نفسها، اللي موجود فيها مجموعه من القطع المهمه جدا، اللي طبعا كتير جدا من اللي موجودين هنا حريصين ان هم يتصوروا معاها. خلونا نطلع لاخر مرحله فوق او النهايه وهي مشهد رؤيه الاهرامات. علشان تطلع الدرج العظيم قدامك 3 حاجات، يا اما السلالم العاديه اللي ورانا ديت، او الجزء السلالم الكهربائيه اللي احنا موجودين عليه ديت، او مش سلالم هو سير يعني. والحاجه الثالثه هو المفترض ان في عربيه هنا متحركه اللي هي موجوده ورانا ديت، اللي اشبه شويه بالاسانسير اللي بتبدا تركبها وبتطلعك الرحله دي كلها. لكن طبعا يفضل انك تطلع على رجلك او هنا علشان تتفرج وتستمتع. الرحله بتاعت الدرج العظيم واللي بتنتهي في المكان دوت على مشهد رؤيه الاهرامات زي ما انتم شايفين كده. خلونا حاليا نتجه لاهم جزء موجود هنا في المتحف وهو قاعه توت عنخ امون، الملك الشاب ذو القناع الذهبي اللي طبعا بيعتبر الاشهر على مستوى العالم. خلينا ندخل نشوف القطع والكنوز الخاصه بالملك دوت، اللي بيعتبر المقبره الوحيده اللي اكتشفوها كامله. ليهم حق يقعدوا 20 سنه يعملوا في الفخامه دي. مكان ضخم جدا، اكبر مما تتخيل او اكبر مما بتشوفه بره يعني. كمان مستوى الفخامه والاتقان اللي معموله بيها كل قاعه وكل مكان هنا مختلفه بشكل كبير جدا. كل قاعة هنا مترقمة. المفترض طبعا ان في مجموعة من الترتيبات لو انت حابب انك تمشي عليها بتبدأ ان انت تتبعها، والقاعات مش منفصلة، هي تعتبر مفتوحة على بعض. وزي ما قلنا لكم اول ما تدخل اي قاعة بتشوف الرقم بتاعها هنا، وطبعا من خلال الخريطة تقدر تعرف القاعة فين علشان تبدأ تتجه لها بشكل مباشر او تمشي حسب الترتيب اللي انت عايزه. من الممرات والاماكن اللي احنا موجودين فيها ديت تقدروا تعرفوا احنا على ارتفاع قد ايه. المتحف طبعا من جوه فيه اماكن كتير جدا مرتفعه زي ما انتم شايفين، ومنها القاعات الرئيسيه اللي تقدر تشوف منها الجزء الخارجي للمتحف، ويمكن لسه موجود بعض العربيات والمعدات اللي كانت مستخدمه في عمليه الافتتاح.
الرسم والاضاءه هنا فنانين، وانا لما بستخدم لفظ رسمه فانا اقصد ده فعلا، ان في فن حصل الميكس ما بين الاضاءه الطبيعيه بتاعه الشمس عن طريق الازاز اللي تم تصميم المتحف عليه يعني، والاضاءات الداخليه الورم شويه الدافيه، الميكس ما بين الابيض والاصفر دوت عامل عظمه في المكان هتخليكم تحبوا ان انتوا تتصوروا هنا وتقعدوا اطول فتره ممكنه تتفرجوا على التماثيل ديت. وانتم موجودين في المتحف هتشوفوا الجزء الهولوجرامي اللي احنا موجودين فيه دوت، واللي بيعتبر رائع جدا، واللي طبعا شغال عن طريق الجهاز اللي فوق ده اللي بيعكس طبعا الفيديو اللي انت بتشوفه على الازاز اللي قدامك ده، فبتحس انك قدام شخص حقيقي. كمان ورا في الخلفيه المفترض ان حاطين صور 3D بتحسسك انك في مكان كله واقعي. هنا كمان بين القاعات في الكباري اللي نقدر نقول عليها كباري معلقه او البريدج اللي احنا موجودين عليه دوت، اللي بيوفر لك رؤيه للمتحف من ورا بشكل عظيم جدا. طبعا اللي قدامنا ده مش مخزن جبنه رومي، خلينا نعرف هنا في ايه. لا احنا مش بننظر، ده طلع فعلا حاجه لها علاقه بالمأكولات. واخيرا لاول مره العالم كله هيقدر يتفرج على كنوز توت، تقريبا 5400 قطعه اثريه موجودين في المكان اللي احنا موجودين فيه دوت، ومنهم طبعا التابوت اللي هنشوفه ورانا وباقي القطع. كان ليهم حق فعلا لما قالوا ان عدد القطع الضخمه اللي موجوده هنا في المتحف المصري محتاجه ايام علشان تخلصها. اي حاجه ذهبي ده توت. زي ما انتم شايفين هنا كمان في شاشه تفاعليه بتعرض ليك كل المعلومات اللي موجوده هنا بشكل جميل جدا جدا جدا. ورانا هنا زي ما انتم شايفين القناع الاشهر على مستوى العالم، قناع الملك الشاب توت عنخ امون اللي بيوزن 11 كيلو من الذهب الخالص، واللي مطعم كمان باحجار كريمه، القطعه الاثريه الاشهر على مستوى العالم. ولا تقول لي بقى موناليزا ولا اي حاجه ثانيه، اللي العالم كله موجود ورانا علشان بس يتصور معاها. هنا زي ما انتم شايفين الكل منبهر سواء صغير او كبير، كل واقف فعلا على وشه نظره انبهار رهيبه جدا. ليهم حق طبعا ان هم يشكوا ان الحضاره ديت مش بشريه من كتر العظمه بتاعتها زي ما انتم شايفين كده في كل مكان حوالينا، ويمكن دوت اللي بيظهره المتحف الجديد اللي قدامكم دوت. زي ما انتم شايفين قاعة توت عنخ آمون واحدة من أكتر القاعات اللي بتجتذب أغلب الزوار اللي موجودين هنا في المتحف، واللي بالمناسبة زي ما قلنا لكم 99% منهم أجانب، المصريين ما يكملوش 1%. سعيد جدا طبعا بالناس اللي موجودة هنا واللي مهتمة بالحضارة المصرية. زي ما انتم شايفين ده مستوى الحمامات اللي موجود هنا في اغلب الاماكن، وانت موجود داخل المتحف هيجي عليك وقت تحتاج تستخدم الحمام، فمحتاجين نشوف مستوى النظافه بتاعته عامل ازاي بالنسبه لفخامه باقي المتحف اللي احنا شايفينها دي. زي ما انتم شايفين ده مستوى النظافه اللي قدام. القاعات الرئيسيه اللي احنا كنا فيها ديت بما فيها قاعه توت عنخ امون بتعتبر دايره واحده، بعد ما بتخلصها بنرجع تاني لنفس المكان اللي احنا موجودين فيه دوت، اللي طبعا بيعتبر نهايه الدرج العظيم واللي بيطل على الاهرامات زي ما انتم شايفين كده ورانا.
زي ما انتم شايفين كده الكوبري اللي كنا عليه من شويه اللي بينقلك من القاعات اللي في الناحيه دي للقاعات اللي في الناحيه دي، واللي بيوفر رؤيه رائعه جدا للمتحف من فوق، سواء الجزء بتاع الاهرامات او الجزء اللي تحت. هنا في صاله مخصصه للاطفال، واللي موجوده هنا بيبقى لها تذكره بتقدر ان انت تقطعها من بره، واللي بيكون في الداخل فيه طبعا انشطه تفاعليه خاصه بالطفل بتربطه طبعا بالتاريخ، وبيكون الزياره ممتعه جدا ليه، مش مجرد زياره متاحف وخلاص. لكن تصحيحا للمعلومه فانت ليك انك تطلع على درجات السلم العاديه والسيور الكهربائيه، اما العربيه اللي جنبنا ديت فهي طبعا مخصصه لو في اي عربيه خاصه بالاطفال او خاصه طبعا بذوي الاحتياجات الخاصه. الفخامه والروعه اللي موجوده في القاعه الرئيسيه اللي موجوده هنا في المتحف مختلفه عن اي مكان تاني، تحس بالعظمه واحساس كده يمكن ما تعرفش توصفه. واحده من اجمد الافكار ان القاعه الرئيسيه اللي هنا زي ما قلت لكم واحنا داخلين يكون فيها تمثال رمسيس الثاني، موضوع متناسق بشكل غريب جدا. اي حد طبعا هيدخل زي ما انتم شايفين لازم الاول هيجي يبدا يتصور معاه ويرحب بيه التمثال، وبعد كده يبدا الجوله بتاعته داخل المتحف. زي ما انتم شايفين عندنا هنا الصور اللي بتكون موجودة في المعرض اللي قدامنا ده، اللي طبعا بتشرح عملية اكتشاف المراكب دي كقطع يعني في الفترة اللي تم اكتشافها فيها. هنا طبعا الجزء الخاص بالمركب الأولى، أما الجزء اللي هناك دوت فهو خاص بالمركب الثانية. علشان تتفرج على مركب او سفينه بالحجم ده، خلينا نقول بالنسبه للزمن بتاعها هي سفينه يعني، تم تصميم المسار اللي احنا فيه دوت اللي بيعتبر حلزوني لكن طبعا صاعد، كل ما بتطلع عليه لفوق بتقدر ان انت تشوف المركب جنبك بشكل اوضح وبشكل اقرب. سنه 1954 عمال التنقيب اللي حوالين الهرم لقوا فتحات في الارض غريبه، قعدوا يحفروا لحد ما لقوا احجار جيريه شالوها، لقوا تحتيها المركب اللي ورانا ديت واللي كانت متقسمه ل 1200 قطعه لكنها كانت كامله، حتى كل مقداف من اللي موجودين ورانا دول كانوا موجودين فيها برضه. المركب الخاصه بالملك خوفو، واللي المفترض طبعا حسب المعتقدات ان هو كان بيستخدمها علشان يبحر بيها للاله في النيل. المركب اللي مصنوعه من افضل انواع الخشب، خشب الارز اللبناني، علشان بعد العلماء يستغرقوا 10 سنين كاملين علشان يعيدوا تركيبها بالكامل علشان نشوف التحفه الاثريه اللي ورانا ديت اللي طولها 42 متر. الغريب زي ما انتم شايفين التفاصيل الهندسيه الدقيقه للمركب بالكامل. احنا بنتكلم فعلا عن حضاره طبيعي ان هي تكون كانت سابقه بالشكل اللي احنا بنشوفه ده. المركب كانها متصنعه من 10 او من 20 سنه مش من الاف السنين. كمان زي ما قلنا لكم احنا بنتكلم عن طول مش قليل، 42 متر في الزمن ده، في زمن كانت لسه ما فيش حاجه اسمها حضاره وما كانش فيه عالم اصلا. هنا كمان داخل المركب بنشوف الجزء المغلق دوت، وزي ما قلنا لكم كده كل مقداف من المقاديف اللي قدامكم دي الخاصه بالابحار في الميه. العجيب في المركب دي ان تم انشائها بدون استخدام مسمار واحد زي ما انتم شايفين كده ورانا بالظبط، واللي كانت معروضه في غرفه كده بجانب الاهرامات لحد سنه 2021 لما تم نقلها بعنايه كبيره جدا للمكان اللي احنا موجودين فيه ده، او القاعه اللي مخصصه ليها اللي بجانب او بداخل المتحف المصري الكبير. لو الفتره اللي جايه هتيجي المتحف هنا حاول انك تيجي بدري، لان النهارده علشان جينا هنا بدري فالموضوع اختلف معانا بشكل كبير جدا. طبعا في افواج ضخمه هتبدا تيجي سواء السياح اللي موجودين في مصر او اللي هيجوا مخصوص او حتى المصريين اللي عايزين يتفرجوا على المتحف الجديد، فخلي معاك وقت ان انت تيجي تتفرج وتستمتع بعيد عن الزحمه اللي هي بتبدا الساعه 10 و11 و12، فحاول تيجي من الساعه 8:30 هنا، المتحف كده كده بيفتح 8:30. بعد ما بتخلص زيارتك للمراكب مش محتاج ان انت تنزل على الجزء الحلزوني اللي احنا كنا عليه من شويه، طبعا عايز تختصر وتروح للمكان اللي بعده او انك تكمل داخل المتحف فبتاخد الاسانسير اللي احنا موجودين فيه دوت. اجمل حاجه في المتحف المصري الكبير هنا ان التجربه بتاعته راقيه جدا، يعني طبعا الاهرامات بالعظمه بتاعتها دي كلها دايما بيبوظها فكره البياعين والحاجات اللي بتحصل هناك عند الاهرامات. هنا الحاجه الوحيده اللي بيقدر يشتري منها الزائر التحف او الهدايا، مكان محترم جدا، ستور تخش تتفرج على اللي انت عايزه من غير ما حد يقول لك انت بتعمل ايه او بتشتري ايه. فبالتالي احنا هنا بنتكلم عن تجربه مختلفه وراقيه جدا.
من باب التصحيح، فمش بس مطعم زوبا اللي مفتوح، اغلب الكافيهات والمطاعم اللي في المكان كلها مفتوحه، بس احنا الصبح ما كناش تعمقنا في الداخل، فما شفناش اغلب الاماكن اللي بتعتبر دلوقتي حاليا شغاله وبتستقبل الناس كمان. من الحاجات اللي ممكن تعملها وانت موجود في المتحف هنا علشان تتصور هو الشاشه اللي موجوده ورانا، اللي بتقف قدامها وبتبدا ان انت تتصور، وبعدها بتحط الميل بتاعك علشان تبعت لك الصوره. إنشاء المتحف المصري الجديد اتكلف فوق المليار دولار، يعني تقريبا 50,000 مليون جنيه، علشان نشوف العظمة والصرح الضخم اللي احنا موجودين فيه ده. احنا بنتكلم عن مبنى عمره تقريبا 20 سنة، لكن جواه قطع أثرية عمرها 7000 سنة، ده غير قطع تانية لسه ما تمش الإعلان عنها أو ما تمش الإعلان عن عمرها يا ترى هيوصل لكام. القصة واللي بدأت سنة 92 في التفكير في إنشاء متحف كبير يضم الآثار المصرية. أنا واحد من الناس يمكن في فترة من الفترات زرت المتحف المصري القديم اللي في التحرير من زمان، حبيتش المكان خالص، ما فكرتش إن أنا أكرر التجربة تاني او اخد حد اوديه هناك يعني من الاصدقاء او اي حد بيجي لي من بره، لكن طبعا الوضع هنا اصبح مختلف بشكل كبير جدا. سنه 2002 الحكومه المصريه اطلقت مسابقه عالميه اشترك فيها اكثر من 82 مهندس معماري من كل مكان في العالم علشان يحطوا تصميم المتحف المصري، واللي فازت بيه شركه يابانيه اللي التصميم بتاعها زي ما انتم شايفين حوالينا في كل مكان، علشان بعدها عمليات الانشاء تبدا هنا في المتحف المصري الكبير. لكن طبعا تيجي احداث الثوره في 2011 علشان العمل يتعطل هنا ويرجع يستكمل تاني، وتحصل بعدها ازمه كورونا، الازمه اللي اثرت على كل حاجه في العالم مش بس هنا في المتحف، ويتوقف العمل شويه علشان يستكمل العمل بعد كده ويتم افتتاح المتحف من كام سنه، من سنتين تقريبا يعني بشكل تجريبي. ما كانش كل القاعات اللي موجوده حاليا شغاله، لكن دلوقتي طبعا كل حاجه موجوده داخل المتحف شغاله بالكامل مع التشغيل الرسمي او الافتتاح الرسمي اللي حصل يوم 1 نوفمبر من كام يوم، واللي حضروا طبعا الرئيس ومجموعه كبيره جدا من الضيوف من كل مكان في العالم. المتحف ما تمش بناؤه علشان بس يتعرض جواه القطع الاثريه، الهدف كمان طبعا كان حمايه القطع الاثريه ديت، علشان كده تم تصميم المتحف بشكل ان هو يكون مضاد للزلازل. احنا بنتكلم هنا عن تكلفه كبيره، بنتكلم عن مليار دولار، فكان طبيعي ان يكون بالشكل اللي انتم شايفينه ده. كمان التصميم راعى هنا درجه الحراره اللي هتلاحظها وانت موجود هنا. درجه الحراره بره لو وصلت ل 150 درجه فahrenheit هيفضل هنا جوه المكان درجه الحراره 73 درجه بس. سقف المتحف هنا كمان تم تغطيته بالواح طاقه شمسيه، وتصميم المكان معتمد بشكل كبير زي ما وريناكم فوق على الميكسنج ما بين الاضاءه الطبيعيه اللي هي بتاعت الشمس والاضاءات الدافيه الداخليه الخاصه بالتماثيل او النقط الداخليه ما بيدخلهاش الشمس. في السنين الجايه المشهد الاشهر على مستوى العالم هيكون مشهد وقوف الناس باعداد ضخمه جدا قدام تمثال رمسيس الثاني زي ما انتم شايفين ورانا كده، بدرجه اكبر بكتير من الموناليزا ويمكن الشهره بتاعتها كمان. مع اول دخولك للمتحف هتشوف البوابه اللي موجوده ورايا ديت او الخرطوش زي ما بيقولوا يعني، اللي بيكون مكتوب عليه اسامي الملوك اللي حكموا مصر. المكان ممتع جدا، لكن للاسف لازم امشي عشان نلحق نمنتج الفيديو ويمكن ننزله النهارده. طبعا الفيديوهات دي متعبه جدا، وفكره ان احنا نقعد نمنتجه في يوم واحد ما بتكونش سهله يعني، فلو عجبك الفيديو ما تبخلش يعني بلايك وشير، انهم بيفرقوا جدا في انتشار المحتوى ده، ان فعلا المحتوى متعوب عليه جدا. طيب تصحيحا للمعلومه، في جزء من المصريين بدا يجي دلوقتي، بدات الاحظ ان هم بداوا يجوا لان الساعه حاليا 11 12، يمكن طبعا يمكن الناس ما بتحبش تتحرك بدري ولا حاجه، لكن طبعا في اعداد كبيره جدا جوه من الاجانب، وحاليا طبعا من المصريين او الجزء الاغلب للاجانب طبعا، ودي حاجه بتعتبر كويسه جدا. هنا كمان داخل المتحف في الباركنج اللي موجود ده اللي بتقدر انك تركن فيه العربيه بتاعتك، واللي تكلفه الانتظار فيه بتكون 50 جنيه. المكان طبعا مغلق مش مفتوح، مش في مكان مثلا مفتوح قدام المتحف، لا في داخل المتحف، بتبقى مطمن طبعا على العربيه بتاعتك لو هي موجوده معاك هنا. كمان تقدر تيجي هنا بوسائل كتير جدا منها المترو اللي ما اعرفش اشتغل ولا لا، بس اعتقد انه لسه ما اشتغلش، المحطه بتاعته موجوده بره، لكن هيعتبر وسيله مهمه جدا وراقيه توصل الناس بالمتحف هنا. كمان في المواصلات المختلفه زي الاتوبيسات او تاكسي او اوبر او اي وسيله من الوسائل الثانيه. المكان موجود جنب طبعا ميدان الرمايه جنب الاهرامات ب 2 كيلو. الكوبري اللي جنبنا دوت واللي تم انشاؤه علشان يربط المتحف الجديد بما انه قريب يعني من الاهرامات، بيبعد عنها 2 كيلو بس، فبيربطها بمنطقه الاهرامات بحيث السائح او الزائر اللي موجود جوه يقدر ان هو بعد ما يخلص زيارته للمتحف المصري ان هو يقدر يكمل على الكوبري دوت وياخد رحله كامله بتكون اخرها الاهرامات والاستمتاع بيها طبعا. يعني الموضوع ما اقتصرش بس على انشاء المتحف، احنا كمان بنتكلم عن اغلب المناطق اللي حوالين المتحف تم رفع كفاءتها وتطويرها بشكل كبير جدا. الطرق اللي
بتودي للمتحف كلها اترصفت طبعا من جديد. كمان انشاء مطار زي مطار سفنكس الدولي اللي بقى بيستقبل رحلات دوليه حاليا، وبتطلع منه رحلات طبعا لدول اوروبيه كتير جدا، واللي بيعتبر قريب جدا من المتحف. بنتكلم مثلا في 10 11 دقيقه مش اكتر من كده. كمان طريق مصر اسكندريه الصحراوي باعتباره الطريق اللي بيربط المتحف بمحافظه مهمه زي اسكندريه، او حتى كمان مطار سفنكس اللي قلنا لكم عليه دوت. فالمفترض زي ما انتم شايفين اتطور ويتحط عليه التصميمات الخاصه بالمشاهير المصريين، سواء كان الملوك او الممثلين او حتى كمان العلماء. على طريق مصر اسكندريه الصحراوي وانت جاي من مطار سفنكس او حتى من اسكندريه قبل البوابات، بتشوف التمثال الرائع اللي في مدخل البوابات ده، واللي بيعتبر طبعا موجود هنا، وهو خاص طبعا بتمثال رمسيس الثاني، لكن مش تمثال اثري او فرعوني قديم يعني. ده تمثال جديد المفترض ان عمله دكتور انا مش متذكر اسمه يعني، واللي اتحط في المكان دوت كجزء من المتحف المصري علشان يرحب طبعا بالزوار بتوعه. يمكن اكتر حاجه بتميز التمثال انه مختلف عن التماثيل الكتير اللي كنا بنشوفها في الميادين في السنين الاخيره. التمثال معمول باتقان رهيب جدا، والحجم بتاعه اللي برضه مش صغير.